نفسك تتوب لله عز وجل والذنوب مأخراك، قوم اشتكي لربنا. عايز ربنا يثبتك في طريقه وما تقعش، قوم اسأل الله عز وجل الثبات. قوم قول له اللي انت عايزه، قوم قول لربنا واتكلم معاه واشتكي له، قول له كل اللي نفسك فيه. اصل انت مالكش غيره انك تدعي له، اصلا يعني انت مالكش غيره انك تدعي له. والله لو مين مهما طال الوقت هيزهق منك برضه، لكن ربنا والله ما هيزهق منك. والله يعني مهما تروح ومهما تلف مش هتلاقي حد، مهما طال الوقت هتلاقي الحد دوت بيزهق منك برضه، لكن ربنا والله ما هيزهق منك. يعني مش هيزهق منك لغايه ما انت تزهق من نفسك اصلا ومن اللي انت بتعمله. كل شويه ترجع وترجع ترجع وترجع ترجع وترجع، انت هتزهق من نفسك، لكن الله عز وجل عمره ما هيزهق منك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. ربنا مش هيمل منك ولا من دعائك، فاللي عليك انت بقى اللي انت ادعي على قد ما تقدر، ادعي وقول اللي انت عايزه. يا رب مستقبلي، يا رب انا عايز اتجوز، يا رب الامتحانات، يا رب، يا رب انا نفسي، يا رب، يا رب قول اتكلم، يا رب انا عايزك ترزقني، يا رب، يا رب الذنب الفلاني يا رب ما كانش قصدي اللي انا اقع فيه، يا رب، يا رب اغفرهولي، يا رب، يا رب والله مش هعمل كده تاني، يا رب، وهكذا وهكذا وهكذا. اشتغل انت بقى. قيل عن احد الصالحين انه كان يسأل الله عز وجل في دعائه على طعام الإبل. كان بيدعي بيقول: يا رب، يا رب معيش فلوس، يا رب ان انا ااكل الإبل اللي بره دول، يا رب، يا رب ارزقني يا رب عشان ااكلهم يا رب. انت متخيل؟ طب يا عم يوسف انت بتقول لنا القصه دي ليه؟ يا حبيب اخوك انا بقول لك كده لانك لازم تتعلم تطلب من ربنا اي حاجه كبيره او صغيره. شيطانك ما يمنعكش عن الدعاء، عشان شيطانك هو اكتر واحد عارف ان انت لو دعيت هيستجيب لك. بجد يا جماعه احنا لازم نتدبر كمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله حيي كريم يستحي اذا رفع العبد يداه أن يردهما صفرا خائبتين. انت متخيل؟ الله عز وجل يستحي منك لو انت رفعت ايدك ودعيت وهو ما ينزلش في ايدك دي حاجة. يعني الموضوع ان انت لو رفعت ايدك ديت في الحقيقة اصلا هي ما بتنزلش فاضية. يبقى لازم ندعي ولا لا؟ اكيد طبعا لازم ندعي. بس انا شايفك يا اللي بتقول انا ساعات بدعي وربنا ما بيستجيبليش، انا اعمل ايه دلوقتي؟ هقول لك دلوقتي. اول حاجة نقي دعائك، بمعنى ان انت تخلي اي دعاء بتدعيه يكون في سبب صلاح ليك وتكون متأكد من دي. فعشان كده انا جايب لك النهاردة اكتر الاوقات اللي الدعاء فيها مستجاب، فانت تستغل الاوقات دي وتدعي زي ما قلت ما بين الاذان والاقامة. يعني مجرد ما تخش المسجد وتصلي تحية المسجد تقعد كده وتدعي باللي انت عايزه، ارفع ايدك وادعي باللي انت عايزه. وعندك برضو بعد كل صلاة، يعني اول ما تخلص صلاتك ارفع ايدك وادعي. وعندك برضو في الثلث الاخير من الليل، ودوت من افضل الاوقات اللي انت تدعي فيها. وعندك برضو عند نزول المطر، يعني اول ما تلاقي الدنيا بتشتي كده ارفع ايدك واشتغل في الدعاء. وفي اكتر من موضع بس انا جبت لك كام حاجه كده منهم عشان ابقى مش حارمك في حاجه. بس كده ما تنساش تصلي